المشاعر ضيوف بتيجي تخبط على باب قلبك عشان معاها رسالة عايزة تفهمك حقيقة المشاعر دي. رسالة عايزة تفهمك حقيقتك وحقيقة الدنيا، عايزة تعرفك على احتياجاتك ومحتاج تعمل ايه. لو الضيوف دي بتتكلم بلغة انت مش فاهمها مش هتعرف تقرأ الرسالة. يا ترى هو حزن ولا غضب، حسد ولا استياء، حب للسيطرة ولا خوف من فقدانها، غير على شريك الحياة ولا ضعف ثقة بالنفس. كلها مشاعر بينها خيوط رفيعة جدا جدا. من عرف نفسه عرف ربه، ومن أهم أساسيات معرفة النفس هو التعرف على حقيقة مشاعري وإن أنا أقرأ الرسالة من وراها. شعور الغضب من أكتر المشاعر اللي تقدر تخدعني بسهولة جدا 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 وتخليني أصدق إني غضبان. لكن عادة شعور الغضب دايما بيجيلي برسالة، مش دايما، في معظم الأحيان يجيلي برسالة إن أنا عندي شعور أعمق أنا مش شايفه ومجنبه ومش متعامل معاه. في معظم الأحيان لما بنغضب على ولادنا، ولا لما صرخ في وش ولادي عشان غاب عن عيني، ولا لما أب يضرب ابنه عشان اتضرب، أنا هنا ببقى صدقت إني غضبان. لكن في معظم الأحيان الغضب جايلي برسالة يقولي أنت خايف على ولادك. لو أنا كنت واعي بده في اللحظة دي كنت هتصرف تصرف مختلف خالص، وهاخد ابني في حضني وهقول له أنا خفت عليك يا ابني. لما المشاكل بتكبر بيننا في البيوت وبيظهر منا اللي عمرنا ما نتوقعه بيننا وبين شريك الحياة من أساليب غضب، جايز يكون في جزء من الغضب له علاقة بالمشكلة، بس جايز جدا يكون في جزء تاني من الغضب جاي يقول لي انت خايف. المشكلة بتكبر، انت خايف تخسر شريك حياتك. وبرضه لو انا كنت واعي بده في المشكلة كنت هتصرف تصرف تاني، ويمكن اقول له احنا محتاجين نحل المشكلة، انا خايف احنا بنخسر بعض او بنخسر علاقتنا مع شريك الحياة او مع اي حد تاني من حبايبنا. لما ناس ساعات يجي لها خبر شديد، ربنا يعافينا، ابتلاء، وفاة، مرض، خسارة مادية جامدة، ساعات بنصرخ وبنرفض وبنكسر. الغضب هنا جاي يقول لي انت حزين قوي، انت حاسس بالعجز يمكن وقلة الحيلة، وانا محتاج اسمع ده. لكن عادة ده بتكون مشاعر صعبة على البني ادم انه يقبلها، فيستدعي العقل شعور الغضب عشان شعور الغضب بيوحي بالقوة. لكن هي قوة وهمية، لان انا في المواقف دي محتاج اسمع وافهم واحزن واقع عشان اعرف اقوم. قيس على كده مواقف كتير الغضب بيجيلي عشان يقول لي انت عندك شعور اعمق انت لسه ما مسكتوش وتعاملت معاه. طيب اتعامل ازاي مع شعور الغضب لما يجيلي وافهم واعرف افرقه ازاي؟ اول حاجة واول خطوة محتاجة اسيطر عليه الاول بالوضوء. اقوم لو قاعد، اقعد لو واقف، امشي من المكان، اعد لحد 10، اعمل اي حاجة من الحاجات اللي معظمنا سمع عنها. الفكرة هنا في علم النفس انه اشتت العقل عن شعور الغضب، احيده عشان اعرف انتقل الخطوة التانية، اني اجمع عقلي على نفسي واسألها هو انت غضبان؟ غضبان بس يعني؟ عادة الغضب بيكون نتيجة لموقف حصل دلوقتي، مشكلة في اجتماع، موبايل وقع اتكسر، طيارة اتأخرت، حد كسر عليا في الشارع، موقف ملوش جذور. لكن لو انا سألت نفسي انت غضبان بس، ممكن جدا الاقي اجابة تانية. ممكن الاقي ان انا حزين، ممكن الاقي ان انا مجروح، ممكن الاقي ان انا قلقان، ممكن الاقي ان انا خايف. فساعتها اقدر اسمع رسالة قلبي فعلا واتعامل صح. علم النفس برضو بيقول ان انا لما اسمي الشعور بمسماه الحقيقي 50% من حجم الشعور وتقله بيروح، ويبقى فاضل لي بس ال50% التانيين ان انا اتعامل مع حقيقة الشعور ده. فلو حزين محتاج ايه؟ لو خايف تطمن ازاي؟ لو مجروح محتاج تقبل وترضى ولا محتاج تتصرف وتعاتب؟ لو قلقان محتاج تعمل ايه بالظبط؟ ساعتها بس اكون مسكت الشعور وفهمته وقريت رسالته وعرفت هو محتاج مني ايه بالظبط.